السلام عليكم، شلونكم شباب؟ ان شاء الله زين. رجعنا لكم حلقه جديده من سلسله ببجي موبايل. طبعا اليوم شباب تقريبا اليوم 10/6/2019 نزل اخبار صيانه او رساله كامله للاعبين ببجي موبايل. طبعا هذه الرساله راح تخبرك او راح تعطيك معلومات عن التحديث اللي راح ينزل للببجي موبايل وش راح يصير. فالمهم اذا انت تريد تعرف هذه المعلومات عنها وتعرف شنو الشغلات اللي راح تنضاف، طقنا باحلى لايك واشترك بالقناه اذا كنت ما مشترك، ولا تنسى تفعل لنا زر التنبيهات على ما توصل لك اشعارات اول باول، ولا تنسى تتابعنا على الانستغرام. اوكي شباب، هنا شو يقول سيكون ببجي موبايل في وضع عدم الاتصال تقريبا من ساعه ب3 الفجر الى الساعه تقريبا هم كاتبين 8 صباحا، بس احنا اذا نحسبها يمكن تطلع لل 10 صباحا، لان تقريبا هم عندهم على ما ادري على دوله توقيت، يمكن كاليفورنيا او ما اعرف شنو اسمها. فالمهم يصير الوقت عند العراق تقريبا 3 ساعات، يعني احنا عندنا ساعه ب12، هم تقريبا عندهم ما اعرف بالساعه، يعني عرفتوا. فوقت ببجي موبايل تقريبا يعني الساعه 12 مالتها عندنا تقريبا الساعه ب3 الفجر. فيعني يوم 11/6 راح يكون اللعبة تتوقف او ما تقدر تدخلها، راح تكون داخل صيانة. ايش وقت؟ الساعة 3 الفجر لحد يمكن الساعة 10 صباحا، يعني عرفتوا بيش الوقت؟ هذا وقت عدم يعني تقدر تدخل لعبة ببجي موبايل او يعني ما تقدر تدخل تلعب. هذه الخبر الاول. اوكي، يرجى التأكد من ان جهازك يحتوي على مساحة تخزين كافية لهذا التحديث. حلو شباب، هنا شو يقول لك ملاحظة انه لازم تفرغ بجهازك مساحة للتحديث. طبعا راح يكون لأجهزة الاندرويد يعني الجالكسي وغيره ومشتقاته راح يكون تقريبا جيجتين الا تقريبا جيجا و98 ميجا بايت، يعني عرفت تقريبا 900 هاي مو 98 هاي 980 ميجا بايت، يعني تقريبا جيجتين لاجهزه الاندرويد والجالكسي. طبعا هذا كلش يمكن اقوى تحديث راح ينزل الببجي موبايل. اوكي، وطبعا راح يكون جيجتين بوينت 400 اوكي و50 ميجا بايت علما لجهاز الاي او اس، جهاز يعني لاجهزه الايفون والايباد وما ادري شنو. طبعا شباب يعني ما ادري راح اسوي لكم تعزيه، يعني اللي عايشين بالعراق ما اعرف شو اقول. طبعا الصراحه اكو هالفتره حاليا صنفوا العراق، يعني خلي يسمعون اللي من باقي الدول، صنفوا العراق يعني اسوأ دولة بالانترنت. فيعني ما ادري ايش اقول لكم، ما ادري. المهم انتم حاولوا انه تسوون، اكو ناس سووا ضجه وسووا حمله بهذا الشيء. فالمهم هسه ما اريد احكي بهذا. فيعني جماعه الايفون يمكن احتمال بعد 10 ايام يلا يقدرون يحدثون، ما ادري. بس يعني ما ادري اعزيكم، ما ادري ايش اسوي، يعني ابكي والله ما اعرف ايش اسوي. والله بالنسبه لاجهزه الجالكسي تحدث يمكن خلال يمكن اتعس نتها، يعني تحدث ماكو من ساعتين 3 ساعات تحدث. فما ادري ايش احكي، خلوها سكت. المهم سيكون اصدار جديد متاحا بدءا من 12 يونيو 2019، يعني يوم 12 شباب راح ينتهي. شباب شوفوا راح اعطيكم تاريخ، يوم 11 يتوقف لعبه ببجي موبايل تقريبا الى 8 ساعات، ومن يوم تقريبا 12 الساعة ب3 الفجر راح يبدي ينطلق التحديث مال ببجي موبايل. اوكي شباب، فهذه يعني ملخص مالته. هنا شو يقول لحد يوم 19 حاول يعني قم بتحديث ببجي موبايل قبل يوم 19/6 راح تحصل على صندوق ملابس وتقريبا 1888 كوينز ذهبي. اوكي، هاي الخطوه اللي نجي هسه للشغلات يعني الثمينه كلش. شو يقول وضع جديد، مباراة الفرق المميتة. شنو قصده وضع بالاركيد؟ شلون الاركيد اعتقد لا هذا مو وضع بالاركيد، هذا الوضع الفرق المميته انه 4 ضد 4، يعني تموت وترجع تحيا لحد اكثر نقاط، يمكن يوصل 100 نقطه يلا يفوز الفريق، او يمكن 80. طبعا انا جربتها يا شباب، واللي يريد يجرب هسه التحديث موجود نسخه البيتا بالوصف، اذا تحب تحملها ادخل حملها. اوكي شباب، فالمهم يقول كون فريق مع اصدقائك وانضم الى معارك 4 ضد 4، هي هاي الفرق المميته، يعني سوي تيم 4 ضد 4 شلون مودرن كامبات 5، يعني شفتوا تذكرون نظاماته، بس كانت قبل ذي 6 ضد 6 او اكثر، بس هسه لا هاي 4 ضد 4. شلون بلوك اوبس اعتقد او رامبو 6، بس رامبو 6 تختلف يعني نظامه، بس قصدي كمواجهه يعني تموت وتحيا، نظام كلش حلو. طبعا انا مجربه قبل بساعه، راح اخليكم رابط الفيديو بالوصف، وراح اخليكم رابط تحميل بيته بالوصف اذا تبدون تجربونه من هسه. يقول تمت اضافه وضع مباراة الفرق المميتة هاي الايفنت
جراوند هنا سموها، طبعا هي كانت بس ايفنت، هسه مسميه مختصر ايفو جراوند. المهم يضم هذا الوضع الجديد اشتباكات بالاسلحه الناريه سريعه الوتيره في كل من الاف بي بي والتي بي بي، يعني ثيرد بيرسون يعني الشخص الثالث، منظور الشخص الثالث ومنظور الشخص الاول. ايضا يمكن للاعبين انشاء غرفهم الخاصه ببطاقات الغرف، يعني تقدر تسوي غرف خاصه على هذا النظام. كلش حلو، يعني اول مره يصير يعني اركيد مود، مو اركيد يعني مثل ما نقول يعني مود خرافي راح يصير يعني فشي خرافي. فهمتوا لو ما فهمتوا؟ المهم يقول تم اضافه اعدادات للاف بي بي، يمكن للاعبين الان التمتع باعدادات منفصله. حلو، يعني صارت اعدادات منفصله للاف بي بي والاف والتي بي بي، يعني المنظور الشخص الثالث ومنظور الشخص الاول. يعني شنو شباب اعدادات يعني ازرار التحكم، فهمتوا لو لا؟ ازرار التحكم قصتهم به هذا. انا قلت تم تحسين النظام مع تطبيق الطرف الخارجي وتحسين الكشف. حلو، يعني سووا نظام جديد انه يكشف على جماعه الغش او جماعه الهكر يعني بين قوسين. طبعا هذا النظام ما اعتقد راح يفيد وياهم، متاكد، لان شباب اتضح ان اكو شركات او ناس يعني داعمه هي يعني نفسها موجوده ببجي موبايل جايه تبيع هاكات. وصلت الفكره؟ خل نروح للبعض. يقول سوف يحظى افضل 3 لاعبين في الوضع الكلاسيكي. حلو شباب، راح يطلعوا لك بالمباراه من تفوز المباراه راح يطلعوا لك 3 افضل لاعبين بالمباراه كلها. يعني شنو؟ يعني هسه انا دخلت جيم وفزت، مثلا جبت مثلا 15 كل، او مثلا جبت انا فد 10 كل واكو اعلى من عندي كلها جاب او دمج او كان لعبه حلو، فهنا شنو او كان دعمات عنده، فيعني هم يحسبوها، عندهم نظام سووه رتبوه فيطلعوا لك افضل 3 لاعبين بالمباراه، فهذا كلش خرافيه الصراحه. اوكي، هاي بعد ما خطوه لي هنا يقول شنو؟ يقول من طبعا ها من يعني من الفريق الفائز. اوكي، يعني الفائزين هم راح يطلعون 3 افضل لاعبين بالمباراه. يقول هنا في ويكند سوف يتركون اللاعبين. شباب الويكند دي الماب الثلجي ايش راح يصير؟ راح تصير الناس من تمشي على الارض راح تترك اثر رجلين بمكانهم، يعني من راح تطب المكان راح تلقى اثر رجلين، راح تقول انه هنا اكو ناس، يعني عرفتوا لين ثلج. فهذا ان شاء الله كلش حلوه. شوف كاتبين اثار الاقدام والمسارات على الثلج. يقول انها تمت اضافه زر مخصص للتسلق التي يمكن تمكينها في الاعدادات. حلو، يعني اضافوا زر تسلق وزر يطفر. اوكي، قبل كان زر التسلق يختلف عن زر الطفره، هسه صار زر الطفره واحد وزر التسلق واحد. اوكي، فهمتوا؟ يمكن مو ما فهمتوا خلوها على صفحه سهله هي. اوكي، ايش يقول حين تقتل بنيران صديق، يعني بنيران صديقك. اوكي، يمكن ان يقرر اللاعبون ما الذي كان ينبغي لعضو الفريق، يعني يلغون ميزه، ما اعرف شنو هاي الميزه، اعتقد هم قصدهم انه يبلغون عليه وراح ياثرون عليه، يعني اذا بلغوا عليه راح تصير عليه مثلا نقول مشاكل او ينقصون من النقاط مالته، فحاول لا تقتل اصدقائك، احتمال صار العقاب اصعب من قبل. يقول تم اضافه طابع الغودزيلا او يعني قسم جودزيلا، وسوف تتوفر خلفيه ساعه انتظار بطابع الجودزيلا مع فعاليات ذات الطابع ومكافآت اكثر بعد. يعني راح يضيفون يعني مكافآت مثل فلوس وهذين السوالف وسكنات احتمال للجودزيلا، وطبعا راح يكون ساعه الانتظار اللي تنتظر بها احتمال يكون بها الوحش الجودزيلا او تكون صورته او فدهم مسوي لهم شغله. اوكي، يقول تمت اضافه هديه شعبيه جديده. حلو، مكافأة تصنيف شعبية جديدة، وكل أسبوع قد يحصل أفضل 100 لاعب في اللاحة على لقب الشعبية مثل الحياة أو الشعبية في الأوان الأخيرة. حلو شباب، ضافوا لقب جديد كلش حلو، إنه تمت إضافة هدية، يعني اللي يحصل شعبية. شباب هاي الشعبية تدرون شنو؟ هاي الدجاج معناها، الدجاج اللي هو يعني اللي محصل اكثر شعبيه راح يعطونه، اعتقد يجوز هم راح يخلون عدد محدد اللي يوصل له راح يعطونه لقب الاكثر شعبيه، عرفتوا مو؟ اوكي، اروح للبعده. شو يقول هنا تمت اضافه تصنيف الجار مزما، ما اعرف هاي الكار، ما اعرف هاي شنو معناها. المهم سوف يؤدي جمع الاجزاء الدامه حلو واللمسات النهائيه الدامه للاسلحه الناريه والمركبات الى زياده قصتهم شباب. هنا قصتهم الكاريزما، يعني كاريزما اللاعب، شخصية اللاعب راح اضافوها يعني. اوكي، ما فهمت انا معناتها شيء، بس هم فهمت انه الكاريزما شخصية اللاعب، يعني هذا يقولون هذا عنده كاريزما قوية، يعني شخصية هيك، يعني اللاعب راح يصير له رصانة وما ادري شنو عن طريق السكنات والملابس والفلوس. اوكي حلو، انجازات جديدة. فيلق النصر شو يقول اكمل من 10 إلى من 20 10 5 1 من المباراة، وافرض هيمنتك في مباراة الفرق المميتة. حلو، يقول لك هنا يعني بالفريق 4 ضد 4
اوكي الفت واوميغا، هاي ما ادري اسماء يمكن لو تكون صاحب اول عمليه قتل ونفذ الضربه القاضيه في مباراه الفرق المميته، قم بالوصول للمدمر مره واحده في مباراه الفرق المميته. حلو شباب، بالفرق المميته راح تصير هواي بها انجازات. يعني الضربه شنو الضربه المميته؟ يعني تمثل باللاعب وتكتله. يعني هاي انا اقول لكم شباب، اللاعبين ايبكس جيم راح يعرفون شنو هذا. بايبكس جيم من تقتل لك واحد ويوقع نوك تجي تقدر تمثل بيه، فاحتمال هنا هذا راح تصير هيك الشغله. اوكي، احتمال يجوز تصير حركه سلاح او حركه طلقه، احتمال هيك. مبعوث الحرب يقول اكمل سلسله من المهام في مباراه الفرق المميته. حلو، تحسينات اخرى، تغييرات الصمود حتى الفجر، واحل لك الليالي، ما اعرف شنو معناها. تم استبدال الزومبي القدماء بأربعة أنواع من الزومبي الجدد. حلو، يعني أضافوا زومبي جديد. أصبحت قنابل النيتروجين السائل تترك خلفها سحاب من الدخان المتجمد في الميدان لفترة زمنية طويلة بعد الانفجار، ما يقلل سرعة حركة أي وحدة في المنطقة. حلو، يعني من تضرب القنبلة النيتروجينية بمود الزومبي راح تترك مكان الدخان فشي متجمد، اللي يطب بها راح تقلل حركته، يعني ما تخليه سريع، تخليه بطيء كلش. حلو، تم إضافة معدلات وضع قتال جديدة. حلو، يعني معدلات اللي وصل لها بالقتال. اوكي، اصبح الزومبي محددون ويمتلكون قدرات جديده. سوف تقوم الدبابه حلو بتقويه الحلفاء القريبين، ويمكن شنو هاي السكنر، ما ادري شنو، ابطاء اللاعبين القريبين. السكنر ما اعرف شنو هذا. المهم شباب، اللي طبعا انا قريت هنا شو كاتبين الدبابات، يعني معقوله راح يضيفون دبابات باللعبه؟ توقعوا. المهم 5، تم استبدال مركز الشرطه بمصنع حلو، يعني مركز الشرطه ضافوا مصنع جديد كلش حلو. تحسينات المخزون، يقول يمكن للاعبين الان دمج العناصر في الدفعات، سوف تظهر العناصر المجهزه في الاعلى لن يشارك الى العناصر. حلو، يعني تقدر حلو، لن يشارك الى عناصر جديده المكرره بعد الان بنقطه حمراء والعلامه الجديده. حلو، يعني اللي عندك من يصير عندك بالفنتور ما راح يخلوا لك نقطه حمراء او يكتبوا لك عليها جديد، راح يبقى هو نفسيته. اوكي، تم نقل علامه التبويب حقيبه الظهر والخوذه اسفل علامه تبويب التخصيص. اوكي، غيروا علامه الخوذه. اوكي، والجنطه غيروا مكانهم. تم تعديل اوقات فتح وضع الاركيد، ايام الاثنين والاربعاء تدريب القناصات والحرب ايام الثلاثاء والخميس. هذا جدولة فتح السيرفرات مال الاركيد. المنطقة المصغرة والمباراة السريعة من ايام الجمعة للاحد. تتوفر جميع اوضاع الاركيد، تكون جميع الاوقات بالتوقيت العالمي، يعني حلو بالتوقيت العالمي. باتت عناصر الوقاية الآن أكثر استدامة بنسبة 25%، وتبقى فعاليتها دون تغيير. يمكن اللاعبين الآن تركيب بندقية يدوية أو إعادة تعبئتها في أثناء التحرك بدلا من إكمال العملية خلال وضعية التصويب بثبات. حلو، يعني تقدر أنت وتمشي تغير تركيب البندقية اليدوية او اعاده تعبئتها، يعني تسوي لها اي كانت يمكن تقدر تسوي لها اعاده تعبئه، ما اعرف هاي شنو معناها. تم تحسين الرسومات المتحركه في الاف بي بي، يعني منظور الشخص الاول عند الركض في اثناء حمل البندقيه على الشاشه. هنا يقول بات لدى المركبات الان ملاحظات محسنه حول الانفجارات. حلو، بات لدى مركز الفعاليات الان ردود افعال محسنه وبرامج تعليميه افضل. المهام تم مد فتره تصفيات تحدي الطاقم، هاي نعوفها. سوف تقام 6 مباريات تأهيلية في كل، هاي للطاقم كلها ختولي. اوكي، ها كله للطاقم. ناش يقول يسمح لهم بمشاركة كله للطاقم شباب. هنا يقول يمكن اللاعبين الان جمع كل مكافآت اليومية ومهام التقدم والانجازات جمعها بمرة واحدة. سوف تلقى اللاعبون الان الذين سجلوا في تحدي الطاقم شعارا قبل. حلو، يعني الطاقم حدثوا هواي شغلات عليه. تم اضافة 3 شعارات طائفة جديدة مستويات 7 و9 و10. انتقل للشاشة الرئيسية ويشير للون الأخضر للاتصال الجيد، واللون الأحمر للاتصال المتوسط، واللون الأصفر للاتصال الضعيف. حلو والله شباب، اضافات كلش خرافيه. المهم شباب، اتمنى عجبكم المقطع، لا تنسوا تفجرون باحلى لايكات. الصراحه شويه حاولت افهمكم شغلات والباقيات اللي ما عرفتها انتم اكتبوا لي بالتعليقات. كان لكم اخوكم لعب، اتمنى يعني تحسون بالتعب شويه. اوكي، كان لكم اخوكم لعب، في امان الله شباب.